السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نقدم لكم طارت بالفواكه كتجي أكثر من رائعة بلا كريمة وكتشهي ولذيذة والمذاق راه لا يوصف. مرحبا بكم في القناة ديالي وما تنساوش أنكم تدعموني وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. يلا على بركة الله ندوزو المقادير. هنايا غادي نحتاج 120 غرام ديال الزبدة النباتية. من الاحسن ما ديروش حيوانيه حيت غتهبط لكم العجينه. غنحتاج ايضا عندي هنايا اقل من نص كاس ديال السكر ديال العنبه كلاصي. ما عندكمش سكر كلاصي ممكن انكم بالسكر سنيده طحنوه مزيان تيولي كلاصي وتخدموا به. تقريبا 60 غرام اولا 50 غرام. غنحتاج ايضا سكر منسم بالفانيلا وغنحتاج شويه ديال الملحه. كما كتشوفوا هنايا كنخدم لاباط ديالي كنخدمها مزيان كتكون كتجانس ليا. من الافضل انه تكون لاباط تكون الزبده لينه يعني ما تكونش قاصحه. عندي ايضا صفر بيضه من بعد ما خدمتها كما قلت لكم كنزيد اصفر بيضه وجوج معالق ديال الزيت النباتيه كبار صافي وكنجمعو بالدقيق. غادي نحتاج تقريبا في الدقيق جوج الكيسان عامرين مزيان ديال العنبه او تقريبا 250 غرام. ممكن تحتاجوا اكثر على حسب النوعيه ديال الزبده. غتبقاو تزيدوا غير شويه بشويه وما كتعجنوش غير كتخلطوا وكتجمعوا باش كنحصلوا على واحد العجين اللي رطب كما كتشوفوا وملس. وكنديروا في البلاستيك الغذائي ونخليه يرتاح نص ساعه. ممكن توجدوا الليله قبل ما كاين حتى شي مشكل. كل ما ارتاحت كل ما كتعطينا العجين كتعطينا النتائج مزيانه. هنا من بعد احتاجيت واحد جوج ديال البلاستيكات اللي غادي نطلق فيهم لاباط ديالي. ممكن انكم تستعملوا ورق الزبده ممكن انكم تطلقوه غير على سطح العمل غير ترشوا شويه ديال الدقيق غادي تبقى تلصق لكم. ولكن الا استعملتوا البلاستيك راه ما كتلصق ما والو. كما كتشوفوا كندلكها كنبقى غادا معها غير بشويه بالخاطر وكتمشي معنا بكل سهوله حتى كنطلقها على واحد السمك. انا هنايا استعملت طاخت عائليه يعني ماشي دوك لي طاخت فرديين. ممكن ديروا لي طاخت فرديين حتى هما كيجيو زويونين. صافي كنعبر بداك المول كنشوف واش وصلت لداك القياس ديال القاعده ديال المول. صافي كما كتشوفوا راه كتحيد بكل سهوله. كنحاول انني نضغط على الجوانب نضغط من التحت باش كنلبس داك العجين القالب كله وكنضغط مزيان وكنحيد دوك الزوائد اللي كيبقاو لنا من الجناب والبلاصه اللي ما وصلهاش العجين. كنحاول انني نزيد داك العجين اللي حيدت كنحاول انني نغطي به كاع الجوانب اللي كيبقاو لينا خاويين. صافي كنستمر على هاد الطريقه حتى كنصايب العجين كامل وكنلبسو للمول على هاد الشكل هذا. كنتقبو بالفرشيطه كنتقبوه مزيان وكنديرو في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه غير الثلاجه. مهم باش يشد راسو يعني قبل ما نديرو في الفران. الفران كيكون مسخن من قبل وكنديرو على واحد الدرجه اللي كتكون ناقصه يعني كنخليه يرطب على خاطرو باش تقرمش لينا ديك لاباط وتجي بنينه. صافي من بعد ما طابت عاد كندوزو باش نصايبو الكريمه اللي غادي نحتاج فيها. هنا راه ما تحتاج لا كريمه لا والو يعني الكريمه ديالنا غير بدانون. عندي هنايا دانون مسوس. ممكن نتوما تستعملوا دانون ديال الفاني اللي بالسكر. اللي استعمل دانون مسوس بحالي انا تزيدوا السكر يعني حيت كيكون مسوس عندك الكريمه خاصها تجي شويه حلوه. تحتاجي 4 ديال الغرارف ديال دانون. غنحتاج ايضا 4 المعالق كبار ديال الحليب بودره كما كتشوفوا معايا راه كيكونوا عامرين. غنحتاج ايضا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. ممكن ديروا 4 المعالق على حسب الحلاوه نتوما اللي كتفضلوا. انا درت 2 حيت كافيين ما لاباط اصلا حلوه يعني ما درت غير 2 كافيين. صافي كنخلط هاد العناصر. ممكن ايضا تضيفوا واحد الكيس منسم بسكر الفانيلا غير باش تنسموا ديك الكريمه. ممكن تخليوها هكا ناتور راه كتجي بنينه. صافي كنطحن واحد الطحنه خفيفه كيكون القوام على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا من بعد ما خرجت لنا لاباط وكتكون تحمرات كنكبوا عليها داك الخليط وكنعاودو نرجعوه للفران. راه دغيا كيتجمع غير كنقيسوه بصبعنا الخليط كنحسوا به راه نشف يعني الفران نفس الحاجه كيكون ناقص بزاف.
هي من بعد ما خرجتها كما كتشوفوا حيدتها من القالب صافي، وكنزينها بالفواكه اللي توفرت لكم. انا عندي هنايا الفريز هو باش زينت، والكيوي والبنان كنقطعو بحال هكا شرائح اللي كيكونوا بالعرض صافي، وكنحاول انني نستف الفواكه كاملين. صدقوني انا هاد لاطاخت كتجي بنينه وكتجي اقتصاديه، حسن انها ديروا الكريمه. ممكن من فوق هاد الكريمه ممكن ديروا الشوكولا، يعني مبغيتوش ديروا لي فخوي، ممكن ديروا الشكلاط دوبوه مع شويه ديال الحليب اولا مع واحد دانون مسوس، غير باش كتخفوا القوام ديال الشكلاط، وكتضيفوه من فوق ديال الكريمه. ممكن ديروا الكراميل، المهم ديروا نتوما اللي كتفضلوه. حتى بلي فخوي بحال هكا راه كتجي بنينه وكتجي زوينه. صافي كنستمر على هاد الطريقه هادي حتى كنجيب الذره كامله ديال الفريز، وكنعاود نفس الشيء بالنسبه للكيوي، يعني حتى هو كيكون بشرائح اللي كيكونوا هكا بالعرض. يعني وتزيين راه اكيد كيبقى اختياري، كما قلت لكم ممكن ديروهم فرديين حتى هما كيجيو زوينين، وكيجيو بحال هكا في التقديم حتى هو كيجيو رائعين صراحه. ممكن تقدموها للمناسبات، ممكن تقدموها للضيوف ديالكم، ودغيا كتوجد صراحه، يعني ما فيهاش تماره بزاف. كما كتشوفوا كتجي رائعه. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو جاي، بسلام عليكم.